هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. فيلمنا النهاردة بيحكي قصة من قصص العبودية اللي حصلت في الهند أيام الاحتلال، والعبيد أبطال قصتنا النهاردة قبيلة اسمها الكاميران، وشعارهم الجرح الثلاثي، وأي واحد من القبيلة دي كان بيرسم الشعار ده في وشه، وبالنسبة لهم بيرمز للقوة، وكانوا عايشين في مكان اسمه غابات راجبوتانا ومسالمين لحد ما المغول هجموا على المكان اللي هم عايشين فيه. وفي الوقت ده قبيلة الكاميراني اتحولت لوحوش ووقفت مع الجيش علشان يصدوا هجوم الأعداء، لكن للأسف ما عرفوش يقاوموا كتير وخسروا الحرب. واي واحد من قبيلة الكاميراني اتطرد من وطنه علشان يتنفوا المكان اسمه كازا، والمكان ده في شمال الهند. وكازا دي كانت مدينة قوية لكن مليانة انقسامات طائفية، وبسبب كده اهل كازا الاغنياء عاملوا الكاميراني على انهم طائفة حقيرة والحشرات ليها قيمة عنهم، ولانهم بشر اقل من الحشرات ما سمحوش ليهم يدخلوا يعيشوا في وسطهم ورموهم في الصحراء اللي هي قدام اسوارهم. وده تسبب في موت كتير من الشعب الكاميراني، والصحراء كانت بتاكلهم واحد ورا التاني بدون ما تسيب لهم اي امل. وفي الوقت ده عرفوا انهم خلاص نهايتهم قربت، لكن طلع من وسط شكوك الظلام واليأس شمشيرة البطل اللي كان معاه النور اللي هينقذ قومه، وما كانش بيبحث عن الشهرة ولا همه ان اسمه يتذكر في التاريخ، وحكم الباقي من قومه وشغلهم حرامية وقطاع طرق، وهو بيشتغل نفسه وعامل له شعار بيقول فيه قطاع طرق بالواجب والحرية عقيدتنا. وشعب الكاميراني كانوا حاسين انهم صنعوا التاريخ وفرحانين بمجدهم اللي بنوه بقطع الطرق والسرقة والنهب. بس الحلو فيهم انهم كانوا بيسرقوا من الانجليز او الهنود المتحالفة مع الانجليز علشان يعيشوا ويساعدوا اللي ما معهوش. وشمشيرة كان بيقود جيشه وشعبه وهم كلهم غضب تجاه اللي اهانوهم واستعبدوهم، وواحدة واحدة اتحولوا من قطاع طرق لجيش مليان جنود مستعدة تموت في سبيل معتقداتهم وحريتهم. وبدأوا يهجموا على كل قلاع ومدن الهنود اللي شايفين نفسهم من الطبقات العليا وبيستعبدوا الهنود اللي زيهم. والطبقة العليا لما خافوا من شمشيرة وجيشه هربوا عند اسيادهم الانجليز اللي بيحتموا بيهم، وترجوهم ينقذوهم من غضب شمشيرة. وعلشان الامبراطور الانجليزي وافق يساعد الطبقة العليا طلب منهم مقابل، فسلموه 50 كيلو من الذهب الصافي. والامبراطور كلف الضابط الاراجوز المهرج بتاعه واسمه شودا سينج بمهمة القبض على شمشيرة. وشودا كان عنده كمية غرور ونظرة حقيرة للطبقة العادية لدرجة انه قال على قوم الكاميران انهم مجرد قذارة بيلوثوا اي مكان بيوصلوا له. وقال للامبراطور انا مش عاوزك توسخ ايدك النظيفة بالقذارة الهندية، سيبني انا اوسخ ايدي بيهم وهجيبهم عندك عبيد. وبالفعل خد عساكر انجليزي واتحرك لمكان شمشيرة. وبعد معركة طويلة المفتش شودا معرفش ينتصر على شمشيرة وقامه، فلجأ للتفاوض لأن شمشيرة قبض على جنرال إنجليزي برتبة قوية ومثبته تحت رجله في التفاوض. وشودا قال له الإنجليز عددهم أكبر منك بكتير ومش هتعرف تقاومهم كتير. وشمشيرة قال له أنا مستعد أموت مع قومي وإحنا أحرار وراسنا مرفوعة، إيه فايدة الحياة وأنا راسي في الأرض؟ وشودا قال له أنا ممكن شغال عند الإنجليز لكني لسه أصولي هندية، وعشان كده جيت لأخويا شمشيرة الهندي بعرض جميل. وقال له الانجليز اتعهدوا ان اتباعك هيعيشوا بينهم بكرامه، وكمان هيسلموك ارض قريبه منهم وهتكون ملكك انت وقومك علشان تبنوا بيوتكم هناك، مش مطلوب منك بس الا الاستسلام. وشمشيرة اجتمع بقومه وقال لهم ده ممكن يكون فخ لكن لازم نخاطر، لانهم لو اوفوا بوعدهم اجيالنا الجايه هتعيش بكرامه. وبالفعل كلهم وافقوا وشمشيرة استسلم وراح مع قومه يستلم الارض. والارض دي كان جنبها جبل ضخم جدا ووراه نهر وقدامهم مستعمرات الجيش البريطاني. وشمشيرة لما دخل الحصن وشافه عرف متأخر انه غلط اكبر غلطة في حياته، لانه دخل برجله الفخ من صنع الهنود والانجليز مع بعض. وباب الحصن اتقفل عليهم وهو المفتش شودا بيبص لهم بنظرة كلها مكر وحقد. وفجأة لقوا ميه سخنة بتترمي عليهم من فوق الاسوار. وبعد كده الحكومة الهندية ربطت قوم الكاميران بسلاسل واستعبدوهم وبقوا بيتعاملوا بكل انواع الاهانة والذل، واللي كان بيحاول يعترض مصيره الموت. ولما بيقدموا لهم الاكل والشرب بيعاملوهم شبه الحيوانات، لحد ما شمشيرة طلب يقابل الامبراطور فرموه قدامه في قفص لا يليق بالبشر. وشمشيرة قال له انا وثقت فيك وانت طعنتني في ظهري. والمهرج بتاع الجنرال اتدخل في الكلام وقال له وانا اللي كنت شايل السيف اللي طعنك بيه. والامبراطور قال لشمشيرة ادفع لنا ضعف قيمة الذهب اللي الطبقة العليا دفعوها لينا وهنحررك انت وقومك. وشودا قال له انت كده محتاج تدفع 100 كيلو ذهب. وشمشيرة قال لهم انا موافق بس نتكلم باوراق رسمية. وفعلا الجنرال ختم لهم على ورقة رسمية وبكده بقى بينهم عقد بالاتفاق ده. وشمشيرة قرر انه لازم يجيب الذهب باي طريقة والحل
الحل الوحيد بالنسبه له انه ينزل في بير الميه ويحاول يهرب عن طريق النهر علشان يعرف يتصرف في الذهب وهو حر ويرجع علشان ينقذ قومه. وفعلا شمشيرة بقى بينزل كل يوم بالليل من ورا الحراس للبير علشان يوصل للفتحه اللي هتخرجه للنهر، لكن في كل مره كان بيفشل لانه مش عارف البير عمقه ايه والفتحه دي موجوده فين بالظبط. وفجاه وهو بيفكر جاله فكره غبيه شويه بس هي فكره، وقال لصاحبه بير انا لو طلعت على اعلى قمه في الجبل ونطيت من البير هنزل في نفس مقدار علو الجبل. وبالليل زوجته قالت له دي خطه انتحاريه، فقال لها هرمي الظهر لاخر مره واذا فزت هنكسب الحريه، وقال لها لو اتقبض عليا اتبر مني وبعيني علشان ابني اللي في بطنك يعيش. وودعها وبير بدا يتابع شمشيرة وهو بيتسلق الجبل، لكن للاسف العساكر الهنود شافوه بسرعه وبداوا يضربوا عليه نار. وللاسف بعد ما مسكوه علقوه بالمنظر ده، والاراجوز المفتش شودا جمع شعب الكاميران كلهم واهانهم بالكلام علشان يثبت لهم انهم اقل من قاذورات الحيوانات. وبعد كده قال لهم قائدكم تخلى عنكم وحاول يهرب، وبص لزوجته قال لها ايه رايك اشنقك مع زوجك؟ فبصت بنظره كلها تحدي، وفجاه قالت شمشيرة خاين لانه كان هيتخلى عننا ويهرب شبه الجبناء. وشودا قال زوجته اتخلت عنه ودلوقتي الحشره لازم يموت شبه الحشره، وامر زوجته تضربه باول حجر. وزوجته بدات تفتكر ايامها الحلوه معاه، لكن اضطرت تضربه لانه هو اللي قال لها تخلي عني علشان ابننا. بس البت دي طلعت غبيه وايدها تقيله قوي وبتنشم في الراس كمان، مش كنت تجيبها في اي حته تانية يا غبيه. وبير كان حزين جدا علشان صاحب عمره لكن ما عرفش يتكلم، والشعب بالكامل قالوا على قائدهم خاين. هنروح بعد 25 سنه من موت شمشيرة على ايد شعبه اللي لسه عبيد وبيتعاملوا اقذر انواع المعامله، بس بقى في وسطهم بالي ابن شمشيرة، ودايما في كل مكان كان بيتحرك فيه لازم الغربان تكون موجوده في نفس المكان. وبالي كان بيحب الاطفال جدا ومشغلهم حراميه ومعلمهم السرقه على اصولها، وكل يوم بيجمع منهم المحصول، وهو اصلا كان نفسه يبقى ضابط في الشرطه الهنديه علشان يقبض عليهم. خطه في منتهى الذكاء. واهل الاطفال قالوا له ما تعلمش ابنائنا السرقه يا ابن الخاين، فقال لهم شوفوا اهانه تانية بقى لاني بسمع دي من اول ما اتولد. ولما حبوا يضربوه هرب منهم وقلبها اغاني ورقص، واغاني مع الاطفال اللي هو بيحبهم وهم بيحبوه جدا. وبالليل امه قالت له انت بتبقى مبسوط لما بتعلم السرقه للاطفال؟ فقال لها اللي بيبسطني اني بتسبب في المتاعب للطبقه العليا. انت عارفه ان كل الناس بتلقبني بابن الخائن؟ هو ايه العمل البطولي اللي ابويا عمله علشان اورث منه اللقب ده؟ الخونه في الطبيعي جبناء، هو ابويا كان جبان؟ وامه ما عرفتش ترد عليه. وتاني يوم بالي بدا يراقب العساكر الهنود وهم بيتدربوا وكان بيقلدهم، لحد ما في واحد شافه وقال له القوانين الجديده اني لو شفت اي حشره كاميراني اقتله عادي. وبالي قال له انا قلت لك كتير اني مش كاميراني ونفسي ابقى من الشرطه، ارجوك ساعدني علشان اقابل المفتش. والظابط قال له تعالى بكره للساحه وهسمح لك تقابل المفتش. ففرح جدا وراح للمدرب بتاعه وهو بير صاحب ابوه، وقال له انا مش عاوز اي حد يعرف بالتدريبات اللي بدربك عليها لان الشرطه لو عرفت هيقتلوك. وبعد كده مسكه وحط راسه في ميه علشان يختبر استحمال تنفسه، ولما منفعش قال له عاوزك تتعلم تحبس نفسك تحت الميه لفتره اطول. وبالي ملحقش يفوق ولقى بير رمى عليه خليه نحل كامله. والغريب هنا ان النحل كان بيطارد بالي كانه عارف هو بيعمل ايه، بس عادي يعني لان ده نحل هندي مش عاوز حد يستغرب. وبعد ما خلص تدريباته راح بسرعه للتاجر الهندي اللي من الطبقه العليا بس صاحبه واسمه اوراشو. وبالي كان بياخد منه ورق جرايد، وراشو قال له بتعمل ايه بيه؟ فقال له بيساعدوني علشان احلم بالحياه. ورقه الجورنان كان فيها صوره لتاج ملكه انجلترا ومكتوب انه بعد فتره هينتقل من مكان لمكان عن طريق القطر. وبالي قال لراشو نفسي اعرف اجيب تاج زي ده لسونا حبيبتي، وسونا دي تبقى اخت راشو اللي بالي حب يديله فلوس. فقال له ابعد عني، انت عاوزني الوث سمعتي باني اخد فلوس من كاميراني قذر؟ وبالي قال له انت ليه محسسني انت ابن اله الثروه؟ ده ابوك مكون ثروته من السرقه والنهب. وسابه وهرب. ودي بقى سونا يا عزيزي المشاهد شغاله رقاصه بترقص. والحفله دي كانت عاملاها في مقر المفتش شودا، والعساكر بالكامل مبسوطين والابتسامه بتاعتهم واصله لودانهم. وبعد ما خلصت حفلتها راحت بسرعه قابلت بالي اللي كانت هي كمان بتحبه، ولبسها كل الاكسسوارات اللي الاطفال سرقوها لي وقال لها اتجوزيني وهعيشك ملكه. فقالت له انا ملكه اصلا، ولما انت تبقى ملك وقتها ممكن اعيد النظر فيه. وتاني يوم بالي راح للظابط اللي هيوصله للمفتش، والظابط فرح لما شافه وقال للمفتش الزبون وصل. والمفتش فرح وقال له دخله خلينا نضحك عليه شويه. والظابط قال لبالي يلا
يلا ابدأ التمرين علشان نشوف لياقتك. وبالي خلص كل التمارين في وقت قصير جدا اللي العساكر ما بيعرفوش يخلصوها، والمفتش رماله منديل وقال له اتصرف كشرطي يلا، وخلاه يمسح له جزمته وكان بيستمتع باهانته. وبعد ما شبع اهانه فيه قال له انت كشرطي ايه وظيفتك؟ فقال له معاقبه المجرمين. وشوده دخل له طفل من قبيلته وكل الاطفال شافوا كده، والمفتش اداله الصوت وقال له عاقب المجرم ده. وبالي اتصدم وقال له ده مجرد طفل. والمفتش قال له لا ده كاميراني، يعني حشره وحساله ومقزز، تحب تعاقبه انت ولا عاقبه انا؟ لان في كل الاحوال انا مزاجي مش هيتظبط الا لما اشوف كاميراني بيتعاقب النهارده. وبالي ما عرفش يتصرف ازاي فقال له عاقبني انا بداله. والمفتش وافق وربطوا بالي مكان الطفل، وقوم الكاميران كلهم اجتمعوا علشان يشوفوا اللي بيحصل، ومحدش فيهم نطق بكلمه لان الخوف كان هو اللي مسيطر على قلوبهم. وهنا المفتش عرف ان بالي يبقى ابن شمشيره، فقال لها دماء الخاين لسه موجوده، وقال له امه ايه رايك اديله موته تشبه موته ابوه، وقام بنفسه علشان يكمل تعذيب في بالي لانه بالنسبه له يبقى ابن الغالي. وبعد ما كان العلقه المحترمه دي سال عمه بير ابويا مات ازاي، وعمه رفض يتكلم فقال له صمتك بيوجعني اكتر من جلد المفتش ليا. وامه وصلت وهي معاها هدوم شمشيره وقالت له ابوك كان بطل ومع كده رجموه وهو حي، وانا اللي ضربته الحجر الاول وانا اول من اتهمه بالخيانه. ابوك ما كانش خاين، ابوك كان قائدنا. وبدات تفتكر ذكريات لي وهو مجنن الهنود والانجليز. وبعد كده سلمت ابنها العقد اللي شمشيره عمله مع الامبراطور علشان يتحرروا مقابل 100 كيلو ذهب، وقالت له كل اللي المفروض يعرفه عن ابوه وانه بطل وابن بطل ولازم يرجع حق ابوه ويحرر قومه. وتاني يوم الصبح كان واقف في قمه الجبل اللي ابوه ما عرفش يتسلقه بالليل، والكل كان تحت بيقول له ينزل لكن هو مش مهتم بكلام حد. طبعا اللي شفتوه ده عادي لان الغراب هندي ابن هندي، ولما هقول هندي يعني محدش يفكر وراهم وسيبهم هم يفكروا يا عزيزي المشاهد وانت اندهش فقط لا غير. والشرطه بحثت عن بالي في البير فلقوا جثه وطلعوها، بس كانت متشوهه لان بير هو اللي حاطط الجثه دي علشان يعتقدوا ان بالي هو اللي مات. وبالي كان مغمى عليه بس فاق على صقر بياكله فضربه، ولما بص جنبه لقى المكان مليان احصنه بريه فخد منهم الحصان اللي عجبه واتحرك بيه علشان يوصل لمكان عمه بير سلمه خريطه ليه. وبعد طريق طويل دخل لعاصفه قويه فوقع من على حصانه، ولما قام لقى في واحد بيجري في اتجاهه وكان شكله بيهرب من حاجه بس لبسوا في بعض. والراجل كان هيموت ويهرب لكن بالي مسكه وقال له استنى بس عاوز اعرف منك مكان نجينا. والراجل رماه وهرب، وفجاه بالي شاف اللي بيجري وراه وكان راشو صاحبه، فراح له وراشو قال له انت هنا ازاي؟ فقال له هربت. وراشو طلب منه يساعده علشان يمسكوا الراجل اللي بيهرب لانه سرق المعبد، فمسكوه له وربطوه. وبعد كده قعدوا مع بعض علشان يتكلموا عن شمشيره ابو بالي. والراجل اللي مقبوض عليه اسمه دادو سينج، ولما سمعهم قال لهم شمشيره كان اسد وبيحكمنا وهو ما بيبحثش عن اي مجد او مناصب، كان فقط بيبحث عن الحريه وبقاء قوم الكاميران. وبالي قال له انت تعرف ابويا؟ فقال له انا اللي رسمت الخريطه اللي معاك دي، انا عمك دادو سينج اللي بتبحث عنه. وبالي لما شاف علامه الكاميراني في راسه صدقه وفرح. ودادو قال له ابوك لما استسلم للانجليز ساب مجموعه مننا وراه في حاله لو الانجليز غدروا بيه، واحنا حاليا عايشين هنا متخفين خلال ال 25 سنه اللي فاتوا. وللاسف مع مرور الوقت ضعفاء الاراده مننا اتقبلوا انهم يبقوا عبيد، لكن لسه في مجموعه مننا بتحلم بالحريه، وكل فتره بنتقابل في الغابه دي وعندنا امل ان شمشيره هيرجع لنا ويحررنا. ولما بالي بصله شافه كانه شمشيره، ودادو عرف بالي على الكام واحد اللي لسه عايشين وبيحلموا بالحريه. وفي واحد منهم من فرحته حب يهزر مع بالي فرماله فاس في وشه، يعني لو مش واخد باله كان طاير راسه مثلا، بس عادي خالص يعني هذا ما يحدث في الهند. وهم كده اتبسطوا وضحكوا وحسوا بالسعاده، ربنا يبعد عننا هزارهم الجميل ده. وطبعا الفاس اللي مع بالي يبقى فاس ابوه. وسونا واقفه بتعشق في الحاجات اللي بالي اداها لها، فلقيته واقف وراها وبيقول لها انا بنفسي هنا، فعملت معاه كده وبوظت له برستيجه خالص. وده برضه يعتبر هزار هندي، وهي عملت كده لانها اعتقدت انه غرق ومات فعلا. ولما قال لها على خطته وطلب منها تساعده قالت له انت هتقف في طريق الانجليز لوحدك؟ فقال لها معايا فرقتي. ولما شافتهم قال لها ها هتساعديني ولا لا؟ فوافقت. ومساعدتها ليه كانت عباره عن انها هتروح لاماكن مختلفه علشان تعمل حفلات، وكل الموجودين يتشغلوا مع حفلاتها وسحرها، والعصابه تهجم على الاماكن وتسرق الذهب اللي فيها. وده علشان يجمعوا ال 100 كيلو ذهب. ومبدئيا هجموا على مستودع اسلحه نجينا وسرقوا منه اسلحه وبارود كتير، والجرايد بدات تكتب عنهم. وبعد ما عملوا تاني عمليه سرقه في واحد كاميراني راح لهم وقال لهم انا كنت في حفل الزفاف اللي سرقتوه، ولما شفتكم عرفت ان لسه في امل للحريه، وكمان هساعدكم لاني بعرف احفر انفاق. وتاني يوم واحد قال لو شفتوا قطاع الطرق دول هاكلهم، ولما حب يفتح خزنته لقاها اختفت من قدامه. وبعد ما عملوا عمليات سرقه كتير في ناس كتير انضمت لهم من قوم الكاميران لانهم
شافوا بالي اللي بيشبه شمشيرة، وراحوا تاني عملوا عمليات سرقة كتير للذهب اللي مع الطبقة العليا، وكمان كانوا بيوزعوا منه على المشردين. وبعد فترة بالي بقى مطلوب وصوره متعلقة على الحوائط لكن مش عارفين شكله، وواحد راح له قال له انت بقيت مشهور خلاص، وحط صورتك في كل مكان. والطبقة العليا راحت لشودة وقالوا له الانجليز عينوا ضابط جديد علشان يقبض على شمشيرة، هم فقدوا ثقتهم فيك ولا ايه؟ وشودة اتعصب من الكلمة، وبالليل سأل المساعد بتاعه امتى حصلت اول سرقة، فقال له على ميعادها وانها كانت في حفلة سونا هي اللي بتحييها. ولما سألوا عن تاني سرقة برضه كانت سونا هي اللي بتحييها، وكل عمليات السرقة كانت في حفلات سونا هي اللي بتحييها برضه. فعرف ان سونا ليها طرف في اللي بيحصل وقال للظابط هاتها لي، وفعلا قبضوا عليها وربطها وقال للطبقة العليا دي اللي بتساعد شمشيرة، وقال لها تعتقد انه هيجي ينقذك وكلها كف خماسي، بس قالت له انت ايدك ناعمة قوي يالا، وكان هيضربها تاني لكن لقى الغربان صوتها عالي ومالية السما. ولما الناس اتشغلت مع الغربان في واحد رمى مواد مشتعلة في ظهرهم. وبعد كده كتبوا على بابه اسم شمشيرة علشان الكل يعرف انه رجع، وهربوا من المكان. وشودة من عصبيته جمع الكاميراني كلهم وبدأ يقتل فيهم عشوائي، وكان هيضرب بالي لكن بير مسك ايده، فكان هيقتل بير لكن الضابط الانجليزي وصل له وقال له ما تتصرفش بكيفك بعد كده. والمهرج بتاع الانجليزي اتكتم ومعرفش ينطق بكلمة، ولما اجتمع معاه قال له سيبني انضف انا القذارة الهندية علشان ما توسخش ايدك البيضة دي. والضابط قال له التاج ده هيلف الهند كلها قريب علشان كل الهنود يعرفوا مين حاكمهم الحقيقي، ولو التاج ده اتعرض للسرقه انا روحي هتروح معاه، وده لان انا المسؤول عن حمايته. وانا بتفق معاك ان القذاره الهنديه بتوسخ الايد، علشان كده هنضف ايدي كتير لما اشوفك. وبالي طلب من سونا تتجوزه، فقالت له اتجوز حذائي لو تحب، انت ما بقتش مميز عندي خلاص. ولما مشيت حب يهزر معاها فضربها بسهم اطول منها، والمفروض انها لو ما بعدتش كانت هتموت. وهي دي بقى يا عزيزي المشاهد الرومانسيه الهنديه الغبيه اللي اتمنى تبقى منسيه. عليا النعمه انا اتخضيت من السهم، كان هيخرمها حرفيا. طب تعالوا اقول لكم على الكبيره. هي بقى بعد الرومانسيه دي حبته واتجوزته، ولما كان بيحب يلعب معاها كان بيرمي عليها رمله. المهم يعني نتخطى الرومانسيه الهنديه المقرفه دي ونرجع للجد، لانهم عرفوا ان الضابط البريطاني عامل احتفال مصارعه، فقرروا انهم يحضروا. وراشو قال للضابط لازم تنزل تورينا قوتك وتواجه مقاتلينا، والضابط وافق وسال لو في حد يقدر يتغلب عليه، لكن محدش نطق. والمساعد بتاع الضابط قال له شكلك كده كسبت المبارزه بدون ما تبداها. وبعد لحظات بالي قام وقال انا. والظابط كان هيستسلم لكن شمشيرة قال له انت ضيفنا واحترامك واجب، وهو اللي استسلم وهرب. بس ساب ورقه مع الظابط، وبالليل شودة راح للظابط وقال له انا هنا علشان اعزمك على حفل زفافي. والظابط قرا الورقه بتاعت شمشيرة اللي كان كاتب له فيها انتظرونا في حفل الزفاف. فقال لشودة شمشيرة هيهجم على حفل زفافك، ولو نجح في مهمته دي مش هيحتاج يسرق ذهب تاني. وشودة قال له خليه ينور، وعمل حفل زفاف على بنت لسه صغيره ومش طايقاه ولا طايقه نفسها ولا طايقه اليوم اللي اتولدت فيه. وفجاه شمشيرة خرج في وش شودة من تحت الارض لانه كان حافر نفق يوصله لجوه على طول. وسونا ثبتت شودة لكن الضابط الانجليزي وقع السلاح من ايدها. وشودة خد السلاح وحاول يقتل شمشيرة لكن ما لحقش لانه مسك الضابط الانجليزي وخده اسير عنده. بس في هنا نقطه مهمه، هما كل العساكر اللي في ظهر بالي دول ما فيش فيهم حد يعني عارف يعمل اي حاجه. المهم ان شودة ضرب طلقه على بالي وكان هيقتل بيها الضابط الانجليزي، لكن في جنرال تاني قال له انت عبيط ياض، هل انت عبيط؟ واعتذر لهم. وبالي رمى قنابل غاز في المكان وما عرفش جابهم منين، بس كان سرق الذهب وخلاص وهرب. وللاسف ما لحقوش يهربوا لان شودة ضرب طلقه فاصطاد الشخص اللي ماسك كيسين الذهب سبحان الله، والذهب وقع من ايده. والجماعه دول هربوا وما فكروش حتى واحد منهم يقف ويرجعه. ولما رجعوا لمقرهم دفنوا صاحبهم وقرروا انهم لازم ينفصلوا عن بعض فتره لحد ما الجو يهدى، وكل واحد فيهم راح يشوف شغل في اي مكان بعيد عن التاني. والانجليز والحكومه الهنديه بيبحثوا في كل مكان بكل جهد عن اي حد كاميراني علشان يمرجحوه، لكن بدون اي فايده. فاجتمعوا بالطبقه العليا وقالوا لهم لازم تساعدونا علشان نقبض عليهم، لو اي حد فيكم شاف اي حد غريب لازم يبلغنا. وفعلا بلغوهم عن اللي شافوهم.
وبسبب اللي حصل الباقيين اجتمعوا علشان يشوفوا حل، وواحد منهم قال احنا بنبحث عن الحريه لكن هنموت قبل ما نوصل لها وانا مش مستعد اموت دلوقتي، وطلع سلاحه وضرب 3 طلقات في الهواء، ودول كانوا اشاره الهجوم لان الخاين غدر باصحابه، وفجاه لقى نفسهم متحاصرين بالانجليز والهنود. وبالي حاول ينقذ مراته الحامل وكانت خلاص بتولد، لكن كل الموجودين قرروا ينقذوا بالي وبداوا يسحبوه اجباري علشان كان اهم حاجه عندهم ينقذوه، ومعرفش ينقذ مراته، وكل اللي كان بيحاول يدافع عنه كان بيموت بداله، لحد ما هو هرب لمكان بعيد وبقى شايف اللي بيحصل من بعيد. وشودا هدد الخاين انه لو ما قالهمش على مكان الذهب هيقتل صاحبه، والخاين عرفهم مكان الذهب وكان في غصن الشجره، ومع كده شودا قتل الراجل وكمان قتل الخاين، والانجليز دمروا الشجره اللي كانت مليانه ذهب، وبكده حلم بالي اتدمر قدام عينه. وفجاه كل الموجودين سمعوا صوت طفل، وشودا اول ما شافه اتعصب وكان هيقتله هو وامه، لكن الضابط الانجليزي منعه وقال له القتل مش للتسليه، فوجه سلاحه على الضابط ولقى جيش كامل مستعد يقتله، فجاب ورا وقال له يا جدع بهزر معاك، وكان عليه نظره خبيثه وملعونه بيبص بيها لسونا، ومعرفش بصراحه هو عرف يمثل النظره دي ازاي. وده قال لي بالي زوجتك في امان وهي مع الانجليزي ولازم احنا نهرب دلوقتي. وشودا راح يحتفل مع الضابط فوق جثث الكاميران اللي قتلوهم والذهب اللي رجعوه، والصحافه صورتهم وكان بالنسبه لهم احتفال، والقطر اللي فيه تاج الملكه اتحرك علشان يمر على كل مكان في الهند. والجرايد كلها اتكلمت عن شمشيرة تاني وانه لسه موجود وما اتكسرش، والضابط الانجليزي اتهدد من الملكة بنفسها انه لو ما جبلهاش راس شمشيرة مع التاج هيقطعوا راسه هو. وفجأة سمع صوت بره، ولما طلع يشوف ايه فلقى ان في رسالة من شمشيرة وقال له فيها هقابلك بعد يومين علشان تستعيد كرامتك وتدينا حريتنا. وشودا شاف الرسالة وبص للضابط بنفس النظرة الخبيثة بتاعته، على انما انا بقيت بخاف من نظراته الملعونة دي. والحكومة قفلت على شعب الكاميراني ابواب الحصن اللي هم فيه بسلاسل عملاقة، ووقفوا ينتظروا شمشيرة يوصل لهم. واللي وصل لهم الاول كانت رياح قوية جدا علشان تبلغهم بوصول البطل، اللي اول ما وصل عرف ان في خيانة بتحصل من الحكومة الهندية، وقال للضابط كان لازم تثق فيا. وبعد ما الانجليز كلهم ماتوا، شودا راح للضابط اللي لسه بيطلع في الروح وقال له ايه رايك لما الجرايد تكتب ان شمشيرة قتلك انت ورجالتك وانا اللي قتلت شمشيرة. وفعلا قبض على بالي وخد منه التاج وبدا يضرب فيه، وبير اتعصب وقال لقوم الكاميران انتوا قتلتوا شمشيرة بخوفكم ومسؤولين عن كل نقطة دم نزلت منه. وواحد قال له قتلناه لانه خاين، فقال له هرب وضحى بحياته علشان يحررنا، وزوجته ضحت بيه علشان تنقذنا. وبالي لسه بيتضرب بدون اي رحمة، والمفروض يكون مات من زمان، لكن ده هندي ما بيموتش حتى بعد ما اتطعن بالخشبه دي في ظهره ما ماتش برضه. وام بالي قالت زوجي مات بسبب خوفكم ودلوقتي ابني هيموت بسبب خوفكم. وشودا طلع سلاحه وقال لبالي ابوك مات وهو جثه معلقه وراسه كانت مشقوقه والديدان خارجه منها، وانا اللي قتلته كده، فتقدر تشكرني علشان هقتلك موته سريعه. بس فجاه في غراب وقف على ظهره، وشودا خاف لانه لقى قطيع كامل من الغربان وعددهم كبير جدا وهجموا عليه هو ورجالته. وقوم الكاميران اتشجعوا اظهروا قوتهم مره تانية وكسروا الباب العملاق المربوط بسلاسل عملاقه، وقدروا يخرجوا من حبسهم ويساعدوا قائدهم. وبعد ما خلصوا عليه هربوا وسابوا رسالة للضابط الانجليزي وكمان معاه التاج.